مصر كانت على حافة الانهيار ومحدش كان يتوقع اللي حصل بعد كده. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. من زمان كانت طيبة هي قلب مصر النابض، العاصمة المقدسة اللي بتحكم من خلالها القوة العظيمة. لكن الطمع قسم البلد نصين، جيش الشمال وجيش الجنوب، وكل واحد فيهم شايف انه الأحق بحكمها. الصراع ده ما كانش صراع عادي على السلطة، ده كان صراع على سر طيبة الأعظم. سر لو وقع في الإيد الغلط ممكن يغير شكل العالم كله. جيوش الشمال كانت بتتقدم بسرعة، معاها أسلحة وتقنيات محدش شافها قبل كده. كانوا بيقولوا إنهم متحالفين مع قوة غامضة، قوة من خارج عالمنا. أما جيش الجنوب فكان بيقاتل بشرف وبسالة، بيدافع عن أرضه وتاريخه. قائد جيش الجنوب الملك الشاب نارمر الثاني كان عارف إن المعركة دي مش بس بالسيوف، المعركة الحقيقية كانت معركة عقيدة وإيمان بسر طيبة المقدس. في قلب طيبة كان في معبد مهجور، بتقول الأساطير إنه بوابة لعالم تاني. الكهنة القدماء كانوا بيحموا البوابة دي برموز وتعاويذ سرية محدش يعرفها غيرهم. جيش الشمال ما كانش عايز يسيطر على طيبة بس، كان عايز يفتح البوابة دي ويسخر القوة اللي وراها. تخيل لو قلتلك إن بناء طيبة العظيم كان بمساعدة الكائنات دي أصلاً. المعركة الأخيرة كانت عند أسوار طيبة، السماء اتقفلت والغيوم بقت سودة، الأرض اترعشت وبدأت جيوش الشمال تستدعي حلفائها من عالم الظلام. لكن قائد جيش الجنوب الملك الشاب نارمر الثاني كان عارف إن المعركة دي مش بس بالسيوف، المعركة الحقيقية كانت معركة عقيدة وإيمان بسر طيبة المقدس. في قلب طيبة كان في معبد مهجور، بتقول الأساطير إنه بوابة لعالم تاني. الكهنة القدواء كانوا بيحموا البوابة دي برموز وتعاويذ سرية محدش يعرفها غيرهم. جيش الشمال ما كانش عايز يسيطر على طيبة بس، كان عايز يفتح البوابة دي ويسخر القوة اللي وراها. في اللحظة دي كان لازم قائد الشمال يختار بين إنه يكمل الحرب ويدمر كل حاجة أو ينسحب. لكن طمعه كان أعمى وقرر يفتح البوابة بنفسه مهما كان الثمن. اللي خرج من البوابة ما كانش القوة اللي هو عايزها، لكن كانت فوضى مطلقة. الفوضى دي بدأت تبتلع جيش الشمال وجيش الجنوب بدون تفرقة. نارمر الثاني أدرك إن الحل الوحيد هو إنه يضحي بنفسه ويقفل البوابة للأبد، وبالفعل دخل المعبد واستخدم آخر قطرة في دمه عشان يكتب الرمز الأخير على البوابة. طيبة نجت، لكن سرها الأعظم اندفن معاها تحت الأنقاض. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.